تعالوا بقى اما نعمل مع بعض النهاردة احلى اوردر فطير مسكر زي ما انتوا شايفينه كده، شكله تحفة، محشي من جوه مهلبية ومرشوش عليه من بره مكسرات وفول سوداني ومرشوش وعليه كمان مية يعني شربات. وشايفين المهلبية فيه جميلة ازاي. بجد احلى اوردر عملته لاحلى واعز الناس على قلبي. وكان اوردر جميل ما شاء الله عليه، وبجد الفطير طالع تحفة كده وشكله زي ما انتوا شايفين. المهلبية مليانة من جوه اهون وعليه من بره المكسرات والفول السوداني بقى والمبشور وكل الحاجات الجميلة. بألف هنا يا رب. اللي كل حاجة، اول حاجة كده معانا 3 كيلو دقيق، وهننزل عليهم دولت ربع كيلو سكر كده ورشة ملح. والمية بقى، مقدار المية بقى يعني يعتبر كل كيلو دقيق بياخد كوبايتين 2 مية. تنزلي بهم كده بالتدريج لغاية لما تحتاجي تزودي، ما تنزليش بالمية كلها مرة واحدة. بننزل كده بالتدريج اهو بالمية وبعجن لغاية لما العجينة بتلم معايا وخلاص كده تبقى معلتش محتاجة مية زي ما انتوا شايفين اهي. ادعولي بقى ان شاء الله المرة الجاية كده يا رب يكون جبت عجان، عشان بجد العجين دي بيتعب قوي. وخلاص لمت معايا بنزل عليهم ب4 معالق زيت وبرجع تاني اعجن برضو كده كمان شوية. اهم حاجة تخدمي العجينة كويس قوي بالعجن عشان وتريحيها، عشان لما تيجي تفرديها تتفرد معاكي كده بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي العجينة بقت زي الفل معانا ونعمت وخلاص معلتش بتلزق ولا اي حاجة. هي بنلمها كده بقى وبننزل كده بمعلقة زيت في الطبق، وبرضو بتدهني وشها كده بزيت وبتغطيها بقى وبتسيبي العجينة بقى كده تريح كده ساعة كده عما تجهزي الحشوة بتاعتك. معانا هنا كوبايتين سكر، انزل عليهم ب4 كوبايات مية وهرفعهم على النار. اول ما يغلوا كده بنزل عليهم بعصرة ليمونة. سيبي بقى كده الشربات مع نفسه. معانا 2 كيلو لبن، بنزل كده ب6 معالق او 7 نشا وبدوبهم كده في مج مية، وبنزل فيهم بقى كده سرسوب كده على اللبن. يكون ان تذوبي النشا في مية ساقعة خالص. لو هتعملي فطيرة او 2 دوب كده نص كيلو بس لبن، بنزل كده ب6 7 معالق سكر وبدوب اللبن بيه، وبنزل بقى بسرسوب النشا اللي احنا حليناها في مية باردة ديت كده على اللبن على طول، وبرفعها على النار كده. الشربات معانا بيغلي ونزلت عليه كده بعصرة ليمونة 7 دقايق بالظبط وبطفي عنه. وكده النشا معانا هي على النار، المهلبية على النار بتقلبيها كده على طول على نار هادية لما قوامها يوصل للقوام ده كده تتقل كده وتبقى زي الفل تقيلة كده. بتنزلي بقى في اطباق عشان تسيبيها تبرد، عشان مينفعش تحطها في العجينة لو هي باردة خالص. وزعناها كلها كده في الاطباق. والقشر دي عادي بتحشيها برضو لما بتيجي تفردها على العجينة مبيحصلش اي مشكلة خالص. خلاص كده ريحنا العجينة ساعة كده بحالها اهي، او نص ساعة او ساعة الا ربع يعني، على حسب الوقت اللي معاكي. على حسب الوقت اللي معاكي. قسمنا العجينة 3. انا هقسم العجينة اللي معايا كده 3، وبعد كده هاخد منهم كرة كده صغيرة هسيبها كده عشان هعملها فطيرة كده من غير ما تبقى محشية ولا مسكرة ولا اي حاجة. بنكور العجين زي ما انتوا شايفينه كده، وهي بتلم العجينة من تحت كده وبتقلبها على ظهرها زي ما انت شايفة كده على طول. وبتبدأي بقى تفرديها واحدة بواحدة كده. كده اهو ان معانا 3 كور، يعني قسمناهم على 3 كور، والصغيرة ديت مش هتبقى محشية ولا حاجة. تقلبي العجينة كده اهو تلميها من تحت كده، وبعدين بتفردي بقى الرخامة كده رشة دقيق وتفردي بقى كده العجينة مرتاحة معاكي، وبالنشابة بتاعتك بقى كده على طول وبتفردي. لو نشابة طبعا طويلة شوية عن دي هتكون احسن وهتريحك كتير، بس طبعا ما كانش عندي غير دي فبرضه بشتغل بها عادي. الموجود يعني متوفر عندك اشتغلي بيه. بجد يا حبايبي كان اوردر جميل قوي قوي. متنسوش بقى اللايك بالله عليكم، عشان والله بجد انا تعبت جدا في الفيديو دي. متبخلوش عليا كده باللايك وكومنت حلو. ويا ريت اللي يشوفني اول مره كده يشترك في القناه ويشرفني وينورني باشتراكه. بتفردي بقى الكوره كده على قد ما تقدري، سمكها يبقى كويس كده ولا تخين ولا رقيق. زي ما انتوا شايفه كده اهي السمك بقى واضح قوي يعني معانا. ما شاء الله هي زي الفل هي. بجد كان شويه فطير حلوين قوي قوي، وكان اوردر مسافر برا مصر.
ولو حد عجبه بقى الفيديو دي وعايز يطلب اوردر يقول لي طبعا. دي بقى ايه، الزبدة دي بتاعة الفطير بتبقى خفيفة قوي في الفطير، احسن كمان من زبدة الفرن او اي نوع تاني. هي خفيفة، ويعني الفطير لما بتاكله منه كده مبيبقاش تقيل ولا حاجة. بس اهم حاجة ما تبقاش يعني ما تبقاش من التلاجة، تاخدها كده بحرارة المطبخ، وبعدين توزعها كده على على العجينة اللي انت فردتيها زي ما انت شايفة كده، وبعدين تلف بقى العجينة رول كده على طول زي ما انت شايفة اهو. سهلة خالص خالص اهي، يعني لو هتعملي فطيرة واحدة او اتنين مش هتبقى صعبة عليك ولا حاجة. بعدين بتقفلي الرول كويس كده، وبتقسمي العجينة بقى على حسب الكمية اللي انت عايزاه، فطيرتين او 3. وبعدين بتجيبي كل قطعة كده بتلمها كده زي ما انت شايفة، وبتلمها من تحت كده، وبتحطها برضو على الجنب اللي انت لميتها عليه زي ما انت شايفة كده. مفيش فيها اي مشكلة ولا صعوبة ولا حاجة. لو هتعملي فطيرة على قدك انت وولادك او فطيرتين هتبقى سهلة بالنسبة لك خالص، بنفس الطريقة دي كده على طول. بتلميها وبتجيبي بقى الصينية بتدهنيها كده رشة زيت، وبترص بقى الكور عليها زي ما انت شايفة كده، وبتدهنيها برضو برشة زيت من فوق، وبتغطيها وتسيبها ترتاح بقى عم بتفردي الفطيرة الكرة التانية والتالتة. واهم حاجة ما بتيجي تبدأي بقى بخبز الفطير، بتبدأي بأول واحدة انت فردتيها، بتبقى انت عارفاها، بتبدأي بقى على طول كده. خلاص فردت كل الكور، وهنبدأ بقى نخبز الفطير كده عشان نحشيه. بترش كده رشة زيت على الرخامة، وبتتفرد معاكي اهي بكل سهولة، لان ارتاحت برضو كويس قوي، والزبدة اللي فيها كمان ساحت وارتاحت. تفردها على طول كده، بتتفرد معاكي كده على طول بكل سهولة. وتجيبي الصينية برضو تدهنيها دهنة زيت كده، وبتظبطي بقى الفطيرة كده على قد الصينية. وتجيبي المهلبية بتاعتك بقى، بتنزلي كده بمعلقتين 3 مهلبية في الفطيرة، وبتسويها كده فيها، وما بتجيبهاش على الطروف عشان ما تسحش. هي ما شاء الله ما ساحتش فيها ولا حاجة خالص، وكانت زي الفل والله. والفطير كان طعمه وريحته مالية البيت، كان حلو جدا جدا. وتجيبي بقى الكرة التانية برضو وتفرديها بنفس الطريقة. ولو انت بتفردي بزبدة فرن بتبقى اسهل بكتير، بس انا عاملاها بالزبدة دي عشان يبقى خفيف كده، وعشان كان مسافر يبقى حلو برضو للي رايح له. وبألف هنا للي كل حاجة، بألف هنا وشفا يا رب عليهم. وبتقفلي بقى كده الفطيرة كويس اوي كده من الجوانب عشان ما تفتحش من بعضها. اهم حاجة الحركة دي، ان انت تقفلي الفطيرة كده من الجوانب حلو. ممكن لو مش عارفة تتحكمي فيها اوي تقفليها كأنك بتعملي كده تقفليها كويس يعني كده، طبقها على بعضها كده. وبرضو افرد معاكم كمان واحدة هون، عشان لما تدخلوها الفرن ما تفتحش الطبقتين، ما يفتحوش من بعض، والمهلبية ما تطلعش ولا حاجة. صلوا على النبي بقى يا حبايبي كده وانتوا بتتفرجوا، وبالله عليكم كده ادعولي دعوة حلوة من قلبكم. ويا ريت يا رب كده تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يا رب يشترك فيها وينورني باشتراكه، وما تحرمش منكم ابدا من كل حبايبي ومتابعيني. احلى ناس والله، واحلى حبايب، وعيلتي الكبيرة. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويدومكم نعمة في حياتي، والقناة تكبر كمان وكمان بيكم وعشانكم. بفرد معاكم برضو كمان فطيرة تانية هي. هو سهل جدا جدا، بس هو عشان الكمية كانت كبيرة شوية فتعبتني شويتين 3. بس لو هتعملي انت فطيرة واحدة او 2 بجد مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود، وبتبقى حلوة اوي اوي، والولاد بيحبوها، وبيبقى فعلا طعمها رهيب، طعمها حلو جدا جدا بالمهلبية كده والشربات والمكسرات اللي انت حطاها عليها، تبقى طعمها حلو اوي اوي. يا ريت يا حبايبي تجربوها كده وتعجبكم ان شاء الله. وزي ما قلت لكم اهم حاجه تقفلوا الجوانب حلو عشان المهلبيه ما تطلعش، وعشان الفطير ما يفصلش عن بعضه. ولو لقيت يعني حته كده من الارضيه او حاجه في المهلبيه بتشيلها عادي، ما بتبقاش مشكله ولا اي حاجه. ولو عايزه طبعا تضيف مكسرات او حاجات اكتر من كده برضو بتضيف عادي، يعني الحشو دي حاجات كل واحد بيرجع لذوقه ولراحته. اهو قفلت معاكم كذا واحدة اهو. ودي كانت فطيرة كبيرة شوية بس ما سافرتش، يعني الفطيرة دي كانت في البيت هنا، انما الفطير اللي سافر كله كان نفس الحجم، اللي هو الحجم الوسط اللي انتوا شفتوه دي. كده خلصت اهو، خبزت الكمية ديت معاكم. وبعدين هبدأ بقى
احمرها. حمرتها مقبة في الفرن اهو ما شاء الله. تدخل طبعا على نار حامية كده ومن فوق ومن تحت، واول ما بتطلع بقى الشربات بتاعنا جاهز، بتنزلي كده بالشربات على الفطار على طول، وبتقلبيها كده شمال ويمين عشان الشربات يوصل كل الفطيرة. ودي سكر بودر بترشها على الفطيرة كده على طول بالمصفى، ومعانا مبشور وزبيب. ودي فول سوداني اعمليه كده في الكبة او في مطحنة الخلاط، كسريه كده نص تكسيرة. وشايفين الفطيرة شكلها بجد كفاية يعني، مش محتاج ان انا اوصف اكتر من كده. وبتغطيها كده ترتاح يعني 5 دقايق ولا 10 دقايق كده لما تهدى كده، وتقدري ان انت تقطعيها. وبعدين بقى تقطعيها على طول. وطبعا كل فطيرة بتخرج من الفرن نعمل فيها نفس اللي عملناه، بنرشها بالشربات اللي احنا جهزناه مع بعض. وطبعا كان بارد خالص، الفطيرة لسه سخنة كده، تنزل عليها بالشربات على طول، تطشى بقى وريحة حلوة قوي قوي. وبتنزلي بقى بالزبيب والمبشور والفول السوداني. لو عندك طبعا اي مكسرات تانية حابة تحطها بتحطيها. وبتغطيها زي ما قلتلك 10 دقايق كده لما تهدى كده، ان انت تقدري تقطعيها. بتقطعيها بقى يا حبيبتي وبتاكلوها بألف هنا وشفا. واديكوا شايفين شكل الفطيرة اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله عليه. وسهل وحلو جدا. تعملي بقى لو انت رايحة الزيارة لحد غالي عليكي كده، او مسافرين اي اجازة او حاجة وبتاخدوه، بجد بيبقى حلو اوي اوي. نفس الطريقة بقى كده على طول. وبعد كده بقى آه، هحطه بقى على الصينية وهقطعه، وهبدأ بقى اغلفه كده علشان هيسافر ان شاء الله بالسلامة. زي ما انتوا شايفين اهو، انا كده رصيته على الصينية بعد ما برد شوية، وهقطعه زي ما قطعته معاكم كده في اول الفيديو وانتوا شفتوه. وبرص في اطباق كده ويتغلف بقى، ويسافر بألف سلامة وبالهنا والشفا اللي كل حاجة. وبجد كان احلى اوردر لأحلى واغلى حد عزيز على قلبي قوي، وبألف هنا وشفا. وربنا يا رب يوفقهم ويصلح حالهم. التغليف اهو جميل وممتاز اهو عشان نسافر. واشوفكم يا حبايبي على خير الفيديو.